السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض تحلية كده بجد جميلة قوي، هتعجبكم، سهلة وبسيطة، وبجد هتطر علينا كده في الجو الحر ده. وميكس التلاتة مع بعض تحفة. يلا نسمي الله ونشوف عملنا ايه. معانا كوباية لبن واي نوع بسكوت سادة انتي عايزاه وحباه. وهنجيب بقى صينية، اي صينية عندك طبعا بالشكل ده، وهنبدأ بقى نسقي البسكوت في اللبن بالشكل ده لغاية لما نخلص الكمية كلها. احنا عايزين نعمل طبقتين من البسكوت. كده خلاص خلصنا الكمية كلها وبقت معانا بالشكل ده. هنبدأ بقى نجيب 3 كوبايات لبن. معانا 3 كوبايات لبن، هنحط عليهم 3 معالق كبيرة سكر، ومعانا كاسترد، هنحط 4 معالق كبيرة كاسترد. ولو ما عندكيش ممكن تحطي نشا عادي، يعني ممكن تحطي بدلها نشا. طبعا هندوب كل ده على البرد الاول قبل ما نحطها على النار. كده خلاص بقى نحطها على النار، هنفضل نقلب فيها تقليب مستمر لغاية لما القوام يتقل معانا. كده خلاص القوام تقل معانا بالشكل ده وبقى كريمي. هنبدأ بقى نقفل النار وهنحطه على طبقة البسكوت. هنحطها على البسكوت وهنفردها كويس. كده بقت معانا بالشكل ده. هنحطها في التلاجة لغاية لما نجهز الطبقة التالتة. كده احنا عملنا طبقتين، طبقة بسكوت والطبقة كريمة، ودي الطبقة التالتة. هنجيب منجاية او 2 زي ما انت عايزة، وهنبدأ نقطعها بالشكل ده. احنا عايزين نقطعها مكعبات. انا هنا لقيت المانجايه صغيره فحطيت واحده تانية، يعني استخدمت في الوصفه دي منجتين. كده خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا. هنجيب علبه جيلي مانجا وهنفضيها بالشكل ده، ونحط عليها معلقتين سكر وكوبايه الا ربع ميه، وهنقلب كل ده كويس، وهنروح نازلين بمكعبات المانجا. وبعد كده هنحطها على النار، واول ما يبدأ يغلي معانا هنروح قافلين عليه النار. كده خلاص جهز معانا. هنروح مفضينه على طبقة الكريمة بالشكل ده كده، بس بالراحة عشان ما تحفرش معاكي، واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نخلص كل الكمية هنحطها بقى في الفريزر ساعتين عشان طبقة الجيلي تجمد معانا. كده خلاص جهزت معانا بالشكل ده. طلعناها بعد ساعتين وهنبدأ بقى نقطعها. وكلي بقى حاجة تحلية سريعة وبسيطة، محتاجناش فيها فرن ولا اي حاجة. ومجرد كده ما تاكليها ساقعة ومنعشة هتحسي ليها طرت عليكي كده. بجد هتعجبكم، بجد جربيها واستنى رأيكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وتابعوا القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.